تعالى اوريكم ازاي تعملوا احلى مكرونه انسجام انا والمعلم صبحي، وطعمها ايه في قلبك ولا كلمه. نص كوبايه مكرونه كراتيه كده، ومعاهم المكرونه الاسباجيتي بتاعتنا كده. بعد ما المكرونه تتسلق هنروح نعمل الصلصه بتاعت مكرونه الانسجام. تمام. انت سايب الوصفه وقاعد تتخانق هنا؟ ها يعني انت مش نافع في حاجه؟ خسيس كده. هم حاطين شويه زيت زيتون كده حلوين، نعمل فيهم البصله. كفايه زيت زيتون كده. تمام كفايه. وبعد ما زيت الزيتون يسخن كويس على النار هنقوم نازلين عليه بالبصله بتاعتنا المتقطعه كده اهو. تمام. هننزل عليهم بمعلقه سكر دايت كده اهو. المفروض بقى نملى الطاسه زيت ونسيب بقى البصل لغايه لما يتحمر خالص ويبقى اسود. بس احنا عايزين نمسك العصايه من النص ما بين اللي هو يبقى في نفس الوقت دايت ومش دايت قوي، يعني مش عايزين نروح في السعرات. شوف الحركه دي. انا ما حدش عنده عروسه لصبح الله يبارك لكم عليا نعمه رب ماشي ماشي زعق في البيت كله، لا عمه كبير ولا صغير. البصله تبقى لازما شبه اتحرقت عشان تديك تيست المراره البسيطه اللي بتبقى في مكرونه الانسجام. ولما انت حاطط سكر دايت او سكر في العموم هتكسر المراره دي وتطلع لك طعم المكرونه الانسجام. كده انا شايف ان هي خلاص بقت جاهزه معانا. ننزل فيها بايه؟ بعصير الطماطم بتاعنا كده اهو. شويه ملح كده، شويه فلفل اسمر كده، شويه كمون كده بس ما نكترش، بابريكا كده، شويه شطه لو انتوا عايزينها سبايسي، رشه خل خفيفه كده، ربع كوبايه ميه كده صغننه، رشه سكر تاني عشان الحموضه. نقلبها ونسيبها تتسبك على نار هاديه. وكده الصلصه بتاعتنا بقت جاهزه. مظبوطه كده. هنقلبهم مع بعض كويس. وكده خلاص بقت جاهزه معانا، نسمي الله وندوق. قسما بالله العظيم ولا كلمه.